أنا من الناس اللي ما باحبش مؤخرًا النصايح اللي بقت على السوشيال ميديا بشكل مُبالغ فيه، وبتخاطب الرجالة وبتخاطب الستات على فكرة، اللي هي دايمًا عايزة تحسسك إن أنت قوي لوحدك، أنت تقدر تكمّل الحياة لوحدك، أنتِ مش لازم خالص تتنازلي، ومش لازم تاخدي واحد يقول لِك تعملي إيه وما تعمليش إيه، وأنت مش مُجبر إن أنت تتجوز وتصرف وتبقى مسؤول عن عيلة. تحس إن في حاجة غلط، تحس إن في message معيّنة عايزة توصل للعالم كُلّه، بالذات القطاع بتاع الشباب اللي هو خلّيك لوحدك، خلّيك single. لأ، على فكرة ربنا خلقنا راجل وست، يعني ما ينفعش نعيش لوحدنا، لازم يكون الراجل والست بيكمّلوا بعض، هو ده الأساس بتاع الحياة. وصدّقني مهما كان الشخص قوي، ومهما كانت الست independent ومعاها فلوسها، وكان الراجل عايش حياته at the end، في نهاية اليوم الراجل والست دول عايزين يدخلوا بيت يلاقوا فيه ونس، يلاقوا فيه عيلة، يلاقوا فيه ضهر، يلاقوا فيه حنية. معظم الناس مؤخرًا اللي بتعاني من حالات وحدة واكتئاب بتبقى بسبب إن هم مش عارفين يكونوا مع شريك حياة سليم أو صحيح، اختيار يكون فعلًا صح بالنسبة لهم، وبيختلف من شخص لتاني. فبلاش إن إحنا ننجر ورا النصايح الغريبة اللي معظمها بتيجي من ناس أصلًا ممكن تكون متجوزة وسعيدة في حياتها، ونبتدي إن إحنا نطبّقها ونفتكر إن إحنا هنبقى سعداء أكتر لو بقينا single. الموضوع مش كده أبدًا، وأعتقد ده ضد أصلًا الطبيعة البشرية.